الزوجة دي جوزها بيعاملها معاملة وحشة جدا، وبياخد فلوسها غصب عنها، ومش كده وبس، بيخليها هي اللي تشتغل وهو قاعد ما بيشتغلش. وفي يوم من الأيام اخواتها قرروا انهم يزوروها بعد سنين طويلة. وقفوا قدام المحل، شافوا جوزها وهو قاعد وهي اللي بتشتغل بيكلمها بطريقة وحشة. في اللحظة دي افتكروا كل اللي حصل، انها جت في يوم وقالت لهم انها هتتجوزه، وهم كانوا رافضينه انه انسان مش كويس. هي اصرت على الجواز، فقالوا لها لو اتجوزتيه هتبقي لا اختنا ولا نعرفك. اتجوزته وما سمعتش كلامهم ومشيت. في الوقت ده اخوها دخل المحل، اخته شافته، جوزها نزل جري يسلم عليه، مسك ايده وسحبه من دراعه وضربه بالقلم. قال له في ايه؟ قال له القلم ده علشان اهلك معرفوش يربوك تبقى تعامل بنات الناس كويس. ضربه قلم تاني، قال له القلم التاني ده علشان انت مش راجل. يلا هاتي حاجتك ونرجع البيت، اوعي تخسري اخوكي علشان اي حد، لان هو ظهرك وسندك. متنساش تصلي على النبي في التعليقات.